معاكم أم سامح. النهاردة هنعمل كلاوي وقلوب برص ضيوفي عشان عزومات رمضان. في الأول هنسمي الله وننقع كوباية رز من ربع لتلت ساعة. مهمة أوي الخطوة دي عشان الرز يزيد ويكون حبايته طويلة ومفلفلة. هننزل بطاسة على النار ونحط زيت ونسخنه، ونكون غاسلين الكلاوي والقلوب كويس جدا، ونفضل نقلب فيهم ونشوحهم زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هنجيب حلة معلقتين من الكبار من السكر، وهنقعد نقلب بقى في القلوب والكلاوي ونتأكد ان احنا موطيين عليهم. انا بقى بصراحة حسيت ان السكر قليل فحبيت ازود تاني، فزودت كده يعني من نص معلقة لتلات ارباع معلقة كده صغيرة، وقعدت اقلب كويس جدا. وبعد كده لما لقيت اللون اتغير وان الرز اتكرمل، خلاص بقى فتحت بقى على الكلاوي والقلوب وقعدت اقلب فيهم، وحطيت 5 فصوص توم وضربت معاهم كده فلفل اسمر، وقعدت اقلب لغايه ما بقى شميت الريحه وكانت رائعه. وبعدين نزلت بقى بالرز وحطيت على كل كوبايه رز مع كوبايتين ميه كبار. وبعدين بقى رجعت تاني اقلب، وقلبت التوم بقى كويس جدا مع الكلاوي والقلوب، وقعدت اقلب عشان اتاكد ان التوم بقى في كل حته في القلوب والكلاوي. وبعد كده نزلت بقى بالفلفل الالوان على القلوب والكلاوي، وقعدت اقلب فيه معاهم عشان كله ياخد من التوم المفروم، وكل حاجه بقى ايه تبقى مع بعضها مندمجه. وبما ان رمضان في عزومات وبيحب حاجات، فانا قلت ادلعهم شويه، وحطيت بقى المكسرات اللي عندك: بندق، فستق، عين جمل، سوداني اذا حبه، كله حلو وكله هيطلع حلو ان شاء الله. احنا بس اهم حاجه ان احنا بنحط شويه زيت وبنشوحهم فيهم. ودي كانت النتيجه النهائيه، يا رب تعجبكم.